سنغتنم هذه الفرصة بإذن الله لنتعلم معا صلاة الظهر والعصر. كيفية صلاة الظهر والعصر. لأداء الصلاة سنحتاج إلى سجادة ومعرفة اتجاه القبلة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ننوي الصلاة ثم نكبر تكبيرة الإحرام. الله أكبر الله أكبر. نضع اليد اليمنى فوق اليسرى ونقرأ دعاء الاستفتاح سرا. لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم نقرأ ما تيسر من القرآن. وفي هذه الركعة سأقرأ سورة الكوثر سرا. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بعدها نكبر ونركع كالآتي: الله أكبر. نقول أثناء الركوع: سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. أكتر الحاجات اللي قريبة لقلبي هي إني لما بجهز ولادي للدرس بحس إن أنا بجهزهم للدكتورة، بجهزهم للعلقية. والله العظيم مش كلام بقوله في فيديو، والله العظيم بحس بشعور كده جميل، بحس إن في حاجة أنا عايشة عشانها، في هدف أنا عايشة عشانه. فشعور إن أجهز ولادي للدرس ده يا لهوي، ولا لما بكون بجهزهم للمدرسة، يعني حاسة الأيام بتجري، وإن شاء الله بإذن الله بإذن الله بإذن الله هشوفهم زي ما أنا عايزة وأحسن كمان. إن شاء الله ربنا مش هيضيع لي تعب ولا يضيع تعب أي أم على ولادها، يا رب يبارك لنا فيهم. المهم إن صلاح دلوقتي نازل درسه، دخلته تمام، وأنا هتحدى نفسي في خلال تلت ساعة أكون مخلصة الصالة وأوضة آسيا وأوضة صلاح. يلا نشوف. معلم صلاح ماشي، مع السلامة يا باشا. ده شكل الأوضة بتاعت صلاح، هي كويسة، أنا بالنسبة لي كويسة ما شاء الله، إن شاء الله ما مش تاخد وقت معايا تمام. وده شكل الصالة برضو بالنسبة لي إنها كويسة، مش تاخد وقت إن شاء الله. وده شكل أوضة آسيا برضو شايفة إنها كويسة. فإن شاء الله بإذن الله أنا هتحدى نفسي إن هخلص التلاتة في أقل من ربع ساعة. الشكل النهائي لأوضة صلوح، ايه رأيكم في الجمال؟ راح. وده الشكل النهائي للصالة. السجادة طبعا قلت لكم انها عايزة تتغسل، وانا اصلا حطها على ظهرها تمام، بس انا عشان في حافظة في البانيو مستنياها تتغسل، وبعد كده اغسل دي. ودي هتكون أوضة السوس. انا صراحة سبت الشباك عشان الأوضة تتهوى،
وحطيت البطانيه دي برده كمان عشان تتهوى. مناسبه يا جماعه للناس اللي بتقول لي يا ام اسيا انت هي ام اسيا على طول بتروق. هي اصلا الام مهمتها في الحياه ايه غير ان هي تهتم باولادها وانها تروق وتسرح لهم؟ يعني هي دي مهمتك في الحياه. الحاجه الوحيده اللي الواحد بس يحمد ربنا عليها نعمه الصحه. يعني الحمد لله ان صحتنا فينا وقادرين ان احنا نخدم ولادنا. وانا بالنسبه لي كأم يعني مش هقول ان بكون مبسوطه قوي من ان ولادي يبهدلوا، لا، بس انا دايما اقول لنفسي الحمد لله ان هم بصحتهم ويعيشوا ويبهدلوا وانا اخدمهم. انتوا فاهميني؟ فيا رب يجعلهم بصحتهم، لان يمكن النعمه دي مش في بيوت كل الناس. فيا رب يشفي كل مريض ويرزق كل محروم ويكرم كل بنوته بانها تعيش احساس الامومه يا رب. عايزه اقول لكم ان الاذان بيأذن ما شاء الله، الله اكبر. يا رب يرزق كل مشتاق ويرزقك يا كريستي ويسعد قلبك ويعزك ويجعل رزقك مطر ويصلح حالك يا جي ام ويطيب خاطرك ويرضيكي ويريح بالك ويسعد قلبك يا لبنى يا حته من قلبي ويعزك ويعوضك اضعاف ما اسعدتيني خير ويسعد قلب اياد ويسعد قلب تاج وجوجو ويسعد قلب كل اللي كان سبب في سعاده ليا او كل اللي ساب بصمه في حياتي حلوه. قسما بالله ان كل متابعيني على راسي الله يديمكم في حياتي ويسعدكم بسعاده لا تنتهي ويجعل رزقكم مطر ويكرمكم بكل حاجه حلوه في الدنيا تتمنوها. بالله اني بحبكم. اسيبكم بقى مع الاذان شويه عشان انا عارفه ان في كتير منكم محروم من صوت الاذان. ما شاء الله ما شاء الله. يا رب اصلح حالنا يسر لنا امورنا ورزقنا بكل حاجه حلوه في الدنيا نتمناها. يا رب اجعلنا من اهل الجنه. يا رب بارك في عمر ولادنا يا رب وما تختبر صبرنا فيهم يا رب. يا رب نشوفهم احسن مما احنا عايزين. يا رب استر كل بناتنا يا رب واحفظهم من كل شر.